بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عجلون الخضراء ترحب بضيوفها مفيش داعي لصوتك. عجلون الخضراء ترحب بضيوفها بعطوفة راعي الاحتفال مندوب معالي وزير التربية والتعليم، مندوب معالي وزير الثقافة الأكرم سعادة الدكتور فراس. فأهلا وسهلا بعطوفتكم. ونحن الآن نعيش في غمرة احتفالات الوطن بعيد المولد النبوي الشريف، إضافة إلى الاحتفالات الوطنية. خير ما نبدأ به كلامنا هو كلام الله عز وجل، والشيخ طالب الربابعة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هذه القامات وهذه الهامات من أبناء محافظة عجلون ترحب بعطوفة راعي الاحتفال، عطوفة الأستاذ فراس الضرابعة مدير عام المكتبة الوطنية ضيف عجلون. فأهلا وسهلا بعطوفتكم،
ونحن في هذا اليوم الجميل سنعمل على إشهار مبادرة التراث العجلوني التي عملنا عليها لمدة 3 أشهر. وكانت هذه المبادرة تشتمل على نصوص في سردية المكان والزمان والإنسان لقضاء عرجان ومنطقة الشفا على خطى الحدود والجدود. نعرضها فيلما وثائقيا لمدة 6 دقائق نلخص ما قمنا بتوثيقه وإخراجه بالصوت والصورة على شكل كتاب إلكتروني مرئي ومسموع. وقد استغرق العمل كما ذكرنا حوالي 3 أشهر. نشكر كل من تعاون معنا في وزارة الثقافة ومديرية ثقافة محافظة عجلون والمجتمع المحلي الذين فتحوا أبوابهم لنا في لقاءات أثرت هذه الموسوعة لتكون مرجعا يتحدث عن الماضي والحاضر وما عاشه الآباء في الزمن الماضي وربطه في الزمن الحاضر. والشكر الموصول لكل الداعمين لهذه المبادرة، سعادة الأستاذ الدكتور عدنان مقطش وسعادة الدكتور عبد الكريم لباط أصحاب الأيادي البيضاء، والذين سنعرف بهم أكثر عند التكريم. الآن لو تكرمت عرض هذا الفيلم الوثائقي لنشاهد مقتطفات مما عملنا في هذه المحافظة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. ونحن نعيش غمرة احتفالات الأردن بعيد الاستقلال، نرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده المحبوب أسمى آيات التهاني والتبريك لهذه المناسبة العظيمة. وبالتعاون مع وزارة الثقافة واستجابة لرؤية ولي العهد سمو الأمير حسين بن عبد الله الثاني بتوثيق الإرث الحضاري الأردني الممتد عبر العصور وصياغة رواية وطنية معاصرة تعكس تاريخ الأردن ومكانته الحضارية وتخاطب الأجيال الشابة بلغة وأدوات رقمية حديثة. ارتأت جمعية عيون على الوطن وبدعم من وزارة الثقافة بتنفيذ مبادرة بعنوان حكايات من عجلون، مبادرة ثقافية مجتمعية تهدف إلى توثيق الإرث الحضاري القديم لمحافظة عجلون وتاريخها. نتحدث عن حياة الأجداد والزمن الذي عاشوه، مثل التكافل الاجتماعي، الحكايات الشعبية، الأفراح، الأتراح، أدوات الزراعة، الأدوات المنزلية والآثار القديمة وغيرها، العبيد من
موروث أجدادنا وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة عبر أنشطة تفاعلية ومنصات رقمية، ونخص بالذات منصة موسوعة المعارف العجلونية الرقمية، مما يسهم في حفظ التراث الشفهي وتعزيز الهوية الثقافية وتنشيط السياحة الثقافية في المنطقة. وما نعرضه اليوم ما هو إلا مقدمة لما سنوثقه بشكل موسع بالصوت والصورة. وتناولنا منطقة بلدية العيون وبلدية الشفا بما يسمى منطقة خيط اللبن. في النهاية لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لوزارة الثقافة على دعمها لهذا المشروع، ممثلة بمعالي وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواشدة، وإلى عطوفة أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة، وإلى كافة منسوبي وزارة الثقافة. والشكر الموصول لمديرية ثقافة عجلون ممثلة بمديرها الفردي الأستاذ سامر فريحات، الذي نقل عجلون نقلة ثقافية نوعية. ونشكر كافة منسوبي مديرية ثقافة عجلون. حمى الله الأردن قيادة وشعبا، وتستمر المسيرة، والله ولي التوفيق. الدكتور منير شويطر، رئيس جمعية عيون على الوطن. يعيش جلالة الملك المعظم، يعيش جلالة الملك المعظم، يحيى الأردن، يحيى الأردن، يحيى الأردن، يحيى. أصحاب السعادة أيها الكرام، الهدف الأساسي حقيقة من هذا اللقاء أن نلتقي بممثل معالي وزير التربية والتعليم عطوفة، ما على 30 سنة بالتربية، 30 سنة حقيقية بالتربية، وزارة الثقافة الموقرة، وهذه النظامات والهامات التي تعاونت معنا حتى أخرجنا هذا الإنجاز. الآن نسمع كلمة مقتضبة من سعادة الدكتور عبد الكريم نظام، أحد ممولي هذه المبادرة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى كافة الأنبياء والمرسلين. الأخوة الكرام، مندوب معالي وزير الثقافة الأخ فراس الرابعة، مدير ثقافة عجلون سامر فريحات، لازم نسميك المدير النشيط أو مدير النشط. الإخوة الأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحقيقة أنه هناك حركة ثقافية غير مسبوقة في محافظة عجلون على مدى عقد من الزمان أو أكثر، وهذه دلت على شيء تدل على هذا الوعي الكبير في المحافظة والدعم المباشر من الجهات المعنية، ونخصنا مديرية ثقافة عجلون. والحقيقة أنه لا ننتقص من الدوائر الأخرى والجهات الأخرى داخل محافظة عجلون، ونجد فيها كل ما هو لمصلحة الوطن ولمصلحة المحافظة. خلال الفترة الماضية كنت أراجع بعض النشاطات
50 منتدى ثقافي في محافظة عجلون. هذا رقم الحقيقة لو أقيم نشاطا واحدا كل عام تجد أن هناك، وهذا ينطبق على الحقيقة باقي الدوائر والدور المحافظ وكل الجهات الأخرى في الوطن. الآن الموضوع اللي مطروح هو موضوع السردية الأردنية، وهو من مشاريع الوطن على كافة أنحاء المملكة. تجد الحقيقة في كل مكان في الوطن نشاط كبير، وهو يتناسب مع المرحلة ومبرراته الحقيقة إنها ضرورية، وأي جهة في العالم بلا تاريخ موثق تضيع هويتها، وإحنا الحمد لله هويتنا موجودة. وهذا الوطن على مدى مئات بل آلاف السنين لم يكن يوما ممرا فقط، ولكنه مقرا وعاشت به ممالك وعاشت به موجات من الموجات البشرية على مر التاريخ. وكنا نقول قبل قليل عن عجلون بالذات أنه على مدى 4 قرون كان الأردن بأكمله من وادي اليرموك أو من نهر اليرموك حتى وادي موسى كان مركزه عجلون واسمه لواء عجلون، وهذا موثق وموجود للذين يرغبون في معرفته. حدثت بين 1860 إلى 1920 بعض التغييرات، ولكن بقي عجلون وصندق عجلون من وادي الزرقاء اللي نسميه وادي مرات نسميها، هو وادي نهر اليرموك. كان صندق عجلون هو المحافظات ال4 في منطقة الشمال، محافظة إربد، محافظة المفرق، محافظة جرش، محافظة عجلون. كان مركزها في ذلك الوقت، هذه الفترة القصيرة خليني أسميها، كان مركزها إربد الحقيقة. وبقيت محافظة عجلون تأخذ أسماء مختلفة، مرت بلواء وبعدين قضاء، بعدين في أوائل الستينات صارت مقامية لأسباب ما نعرفها، بس لنتذكر أن عجلون مركز الأردن ل4 قرون، وفي فترة هاي حوالي 30-40 سنة صار في مشاكل كثير. كانت الحرب العالمية الأولى، وكان في هناك تداخلات سياسية وجغرافية في ذلك الوقت، والوطن أخذ وضعه الطبيعي ضمن الدول العربية منذ جاء الملك المؤسس وأسس المملكة الأردنية الهاشمية، والأردن الحمد لله في تطور مستمر وتقدم مستمر. وأنا أرى أن عجلون تأخذ الحقيقة الكثير من الدعم الحكومي الذي كنا في فترة من الفترات نقول إنه عجلون الكلمة هاي مش نقبلهاش، كلمة مظلومة، بس تلقى الدعم بالفترة الأخيرة دعم كبير. ويكفي مشروع حتى ارتبط اسم عجلون الآن بتلفريق عجلون اللي فهمت حوالي، إن شاء الله أكون متذكر الرقم، حوالي 70,000 اللي صاروا زائرين، وطبعا 70,000 كم عائلة وكم عدينا المليون دكتور، تقول تعدينا المليون و400,000 في هاي الفترة، هاي 70,000 خلال أسبوع. هاي. نعم. بجوز طبعا من بدايته اكيد انه الرقم اكثر، مشان انا الحقيقه متاكد، بس انا 70,000 عندي هذا الرقم. فعجلون تحتاج الحقيقه لدعم اكثر، وزيارات جلاله الملك حفظه الله دائما تتقصى كل ما يدور في هذا الوطن، ولا يوجد
لا يمر عام إلا يزور جلالة الملك محافظة عجلون، وإن شاء الله يا رب إنه هذا مسيرة الخير، مسيرة الوطن تنطبق على محافظة عجلون وتنطبق على كافة محافظات الوطن. نحن جزء من هذا الوطن، وأينما مثل ليلة ليلة هارون الرشيد وين ما تشكي فهي خراجها للجميع. واحنا نفتخر بالوطن ونفتخر بقيادتنا ونفتخر بالمواطن الأردني أينما كان ومهما كان رتبته أو فكلنا نساهم في مسيرة الوطن. مناسبة خير وشكر كبير يعني أخونا منير اللي يقوم بمثل هذه المبادرات. وهذه المبادرات ترى هذه ببنت الأوطان في كل العالم وليس الأردن. لما تطلع على تاريخ بلاد عميقة أو عميقة أو بعيدة كبيرة وهي من الدول العالمية، هي مبادرات تماما كالاختراعات، تماما كالجامعات، تماما وهكذا. وعندما أتصفح من الموسوعة العجلونية من 5 كتب، أنا كنت عضو بلجنة استشارية، الحقيقة أنك تستمتع في قراءة هذه ال5 كتب اللي تمثل ما يدور في عجلون أو يدار ويدور في عجلون على مدى فترة بعيدة، وهي إنصاف للمواطن العجلوني، إنصاف للمواطن الأردني وبكل فئاته وكل مساهماته. مرة أخرى شكرا لمعالي وزير الثقافة ومندوبه الأكرم اللي ساعدنا اليوم بوجوده، وكل الشكر الذي قام على هذا اللقاء الطيب الخير. وانتم اهلنا وقرايبنا ونسايبنا وجيراننا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا سعادة الدكتور عبد الكريم الخضار، الداعم الأول والمحفز دائما لأبناء عجلون لإشهار عجلون، عطوفة مندوب وزير الثقافة، وزير الثقافة. واحنا في تبوك واحنا في تبوك عملنا احتفال، انا كنت ادرس جامعة تبوك، فالعميد الدولي الله سبحانه وتعالى قلت مرحب بسعادة الدكتور عبد الله العقبي، قلت قوم علي مدفع. اجى الدكتور قال لي خلص الا ويعقبي وهو حرف بالقران، خلاص المشكله بسيطه. الان نستمع الى كلمه طيبه من الدكتور عدنان مقطش الذي اعتذر عن هذا اللقاء وانتدب. هو الدكتور عدنان مقطش الرئيس الفخري لمنتدى جبل عوف، والذي له بصمة خير في كل محفل. فننتدب الأستاذ معاذ وحشة، معاذ الغرايبة رئيس منتدى عوف، لنستمع منه كلمة نيابة عن الدكتور عدنان مقطش، فليتفضل مشكورا. فيها تحريف. رأي الحفل الأكرم الدكتور فراس الضارع، أصحاب العطوفة والسعادة. بالبداية أود أن أوجه تحية فخر واعتزاز لسيدي صاحب الجلال وولي عهده الأمين. ومثل هذه اللقاءات هي استجابة لرؤية ولي العهد لتوجيه السردية الأردنية. السردية الأردنية
التي عندما نستذكرها نستحضر حكاية وطن تشكلت ملامحه من خلال الإنسان والذاكرة والمكان، وتراكمت فصوله من جيل إلى جيل ليصبح جزءا من وجدان الأردنيين وهويتنا الوطنية. وعندما نتحدث عن التراث العجلوني الأردني، فعجلون ليست مجرد جغرافيا جميلة، عجلون ذاكرة حية تختزن تاريخا عريقا وموروثا اجتماعيا كبيرا صقل شخصية الإنسان العجلون وحدد هوية المكان. فعندما نستحضر التاريخ الأردني والتراث الأردني فنحن لا نستحضر التاريخ، بل نحن نحمي الهوية ونعطي الأجيال فرصة لمعرفة جذور هذه السردية، ونحول الموروث من ذاكرة قابلة للنسيان إلى قيمة وطنية وثقافية محفوظة في المجتمع. نرحب بك عطوفتك أجمل ترحيب، ومن هذا المنبر أود أن أوجه تحية إجلال لمديرية ثقافة عجلون ممثلة بمديرها الريادي الأستاذ سامر الفتيحات وكوادرها الفتى. هذه المديرية التي شكلت لنا كمنتديات ثقافية نخلة دهنية قطوفها على مواهب المبدعين والمثقفين الذين يسعون في تحقيق رؤية سيدي صاحب الجلال. ولهذه السردية أقول سيدي يا سيد المجد يا وهج الغلاء، ومآثر الأجداد في الأنفاق تنتقب، يا من حملت الأردن في قلب وفي بصر، فخذ الأردن بكم يعتزم ويعتقد. كل الشكر للدكتور منير على هذه المبادرة، وباسمي وباسم الرئيس الفخري لمنتدى جبل عوف للثقافة الدكتور عدنان مقطش نوجه تحية شكر جمعية العيون على الوطن ومديرية ثقافة على الجنون بمثل هذه المبادرات الرائعة، وكل الشكر لكم. شكرا أستاذ معاذ الغرايبي المحترم. وحقيقة نوجه رسالة شكر من خلال عطوفة راعي الاحتفال إلى معالي وزير الثقافة الذي نتمنى أن ينقل شكر أهالي عجلون إلى سمو ولي العهد الذي بادر بهذه المبادرة الكريمة وانطلق من الطفيلة لتوثيق السردية الأردنية، فله منا ولجلالة الملك وللقيادة الهاشمية أجمل تحية وأحلى سلام. وعندما يكون وزير الثقافة تربويا والأمين العام تربويا ومدير ثقافة عجلون تربويا وراعي الاحتفال نكون بخير، لأن التربية دائما وأبدا هي الانطلاقة لكل ثقافة. فالآن نستمع كلمة طيبة من عطوفة راعي الاحتفال ليتحفنا بكلمات تحاكي هذه السردية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد العربي الهاشمي الأمين. الحمد لله رب العالمين. أنا لابد أن أنجز الكلمة المكتوبة. الإخوة والأخوة الكرام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أنقل إليكم تحيات معالي وزير الثقافة وأن أعبر عن سعادته برعاية هذه المبادرة الثقافية المجتمعية المهمة، مبادرة حكايات عجلون، التي تأتي في سياق الاهتمام الوطني المتزايد
بحماية الذاكرة الأردنية وتوثيق مكوناتها الثقافية والتراثية وصونها من الاندثار ونقلها بأمانة إلى الأجيال القادمة. ونحن نحتفي بوطننا العزيز ونستحضر مسيرة الاستقلال وما راكمه الأردن من إنجازات، فإننا ندرك أن بناء الوطن لا يكون بالإنجازات المادية وحدها، وإنما كذلك بحفظ ذاكرته وصون تراثه وتوثيق حكايات أهله باعتبارها جزءا أصيلا من هويته الوطنية والثقافية. إن مبادرة حكايات من عجلون تحمل قيمة تتجاوز فكرة جمع الحكايات الشعبية والأمثال والأغاني التراثية، فهي محاولة واعية لاستعادة جزء من الذاكرة الحية للمجتمع من خلال الاستماع إلى كبار السن الذين يحملون في ذاكرتهم تفاصيلا من الحياة الأردنية لا يمكن أن نجدها دائما في الكتب والوثائق الرسمية. فالحكاية الشعبية ليست مجرد قصة تروى، والمثل الشعبي ليس مجرد عبارة متداولة، والأغنية التراثية ليست مجرد لحن، وإنما هي جميعا وثائق حية تختزن تجارب الناس وقيمهم وعاداتهم ونظرتهم إلى الحياة وعلاقتهم بالأرض والمكان والمجتمع. ومن هنا فإن توثيق هذه المادة الشفوية وإعادة تقديمها للأجيال الجديدة بأساليب تفاعلية ومن خلال المنصات الرقمية يمثل جسرا بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويجعل التراث جزءا حيا من حياة الشباب وليس مجرد ماض محفوظ في الذاكرة. وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في محافظة عجلون بما تمتلكه من إرث تاريخي وثقافي وطبيعي غني، وما تختزنه قراها وبلداتها من حكايات وذاكرة اجتماعية وتراث شفهي يشكل جزءا مهما من المشهد الثقافي الأردني. كما أن المبادرات تنسجم مع التوجه الوطني نحو توثيق السردية الأردنية وتعزيز حضور الثقافة المحلية في تشكيل الوعي والهوية وترسيخ الانتماء للأرض والوطن وإبراز التنوع الثقافي الذي يشكل ثراء حقيقيا للأردن. ومن موقع وزارة الثقافة نؤكد أن الوزارة تنظر إلى المبادرات الثقافية والمجتمعية بوصفها شريكا أساسيا في العمل الثقافي، وإن الثقافة لا تبنى من المؤسسات وحدها، وإنما تتكامل فيها جهود الدولة والمجتمع المحلي والهيئات الثقافية والمبدعون والباحثون، وصولا إلى مشروع ثقافي وطني يحفظ الذاكرة ويصنع المستقبل. وفي هذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير لجمعية عون على الوطن ولرئيسها الدكتور منير سليمان الشويطر، ولكل من أسهم في إطلاق هذه المبادرة، ولأبناء محافظة عجلون الذين يفتحون ذاكرتهم وحكاياتهم أمام الأجيال الجديدة. ونأمل أن تكون حكايات من عجلون بداية لمشروع أوسع يمتد إلى مختلف محافظات المملكة لتوثيق حكايات الأردن من شماله إلى جنوبه ومن باديته إلى ريفه ومدنه، بحيث تتكامل هذه الحكايات في صورة وطنية جامعة تعكس تنوع الأردن وثراءه وتحفظ ذاكرته للأجيال القادمة. وفي الختام أكرر تحيات معالي وزير الثقافة، وأتمنى لهذه المبادرة كل النجاح وأن تحقق أهدافها في حفظ التراث الشفوي أو الشفهي دكتور عبد الكريم، وتعزيز الهوية الثقافية، وأن تبقى عجلون كما عهدناها دائما حاضرة في الذاكرة الأردنية
بتاريخها وأهلها وحكاياتها ودرسها. حمى الله الأردن وحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وأدانا ما على وطننا الأمن والاستقرار والتقدم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عطوفتكم على هذه الكلمات الرائعة والتي تجسد ما يدور بأفكارنا، فنحن إن شاء الله على توافق بأن نكون جميعا يدا واحدة في إخراج هذه السردية بما يليق بعجلون. بهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أتقدم بالشكر لكافة الإعلاميين في محافظة عجلون على الدور البارز لهم بإظهار هذه المحافظة وهذه المبادرات بشيء يليق بمكانتها، فلهم منا من الشكر أجزل. أما أنتم أيها الحضور يا من ساهمتم في إنجاح هذه السردية من خلال اللقاءات ومن خلال فتح أبوابكم لعمل لقاءات وتصوير مقتنيات قديمة، فلكم منا كل الشكر والتقدير. وأقل شيء نستطيع أن نقدمه لهذه القامات وهذه المنتديات ولهؤلاء الشيوخ ولهؤلاء الكرام أن نقدم لكم شيء من التكريم المعنوي، وهو عبارة عن شهادة تقدير لكل من ساهم معنا في إنجاح هذه المبادرة. فليتفضل أصحاب العطوفة نكرم المساهمين في إنجاح هذه المبادرة. الدكتور عبد الكريم مع عطوفته هنا. محمد الدكتور اثنين يساعدونا شوي هون. يعني خليه مدخل من هون ومخرج من هون. شيل الكرسي. أنا بقرأ بعيد عنك. الشيخ عبد الرحمن الطوالبة وجيب وناشط اجتماعي نتمنى له الشفاء، أجرينا معه لقاء وهو أحد جرحى معارك الوطن. يتسلمها ابنه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الطوالبة، أستاذ الأدب والعلوم الإسلامية قسم أصول الدين جامعة اليرموك، خريج جامعة الزيتونة في تونس. والحديث يقول: الشيخ عزاد الدقناس عنيزات وجيه ورئيس بلدية سابق وناشط اجتماعي وإلى آخره، فليتفضل مشكور. الأستاذ فوزي حداد يتسلمها أبو علي المقداد. الحاج حمدان مصاوة
وجيه وناشط اجتماعي أثرى هذه السردية بمعلومات يشكر عليها. السيد محمود الشريدة أبو محمد رئيس جمعية متحف الوهابي للتراث الشعبي غني عن التعريف. السيد راتب القضاء أبو الحارث ضابط متقاعد ورئيس بلدية سابق وناشط اجتماعي، فليتفضل. الدكتور سالم بني عطا تربوي ومؤرخ وله أبحاث، فليتفضل مشكورا. السيد محمد بني مقداد ناشط اجتماعي. الأستاذ يوسف العروض رئيس منتدى حلاوة الثقافي والتراثي. السيد علي السحاحلة رئيس جمعية وادي زقيق السياحية. السيدة وفاء غرايبة صاحبة بيت الضيافة أكل وفتح عرجان يتسلمها ابنها مظفر. السيد أحمد الخرابشة ناشط اجتماعي. السيد أحمد الخرابشة مش موجود؟ تفضل استلم النيابة عنه. الدكتور والزميل وليد الصمادي التربوي الناشط الاجتماعي، فليتفضل مشكور. السيدة النشمية فاطمة الربابعة أم حمزة تربوية وامرأة منتجة، فلتتفضل مشكورة. تفضل. السيد محمود أبو الخير الذي أعاد تراث أجداده من خلال ترميم بيت أبو الخيل التراثي في عرجان حتى أصبح معلما تراثيا، فليتفضل مشكورا. الجندي المجهول الدكتور أحمد ربابعة ناشط شبابي تعاون معنا في إخراج هذه السردية. السيدة إيمان بني سلمان عضو بلدية سابق وناشطة في لجان المرأة. السيد مهند القرشي استنى شوية. السيد مهند القرشي منتدى باعون الثقافي. السيد محمد خرفان رئيس منتدى باعون الثقافي. السيد عيسى الشرع موجود؟ السيد عيسى الشرع قطع جنب كان مش موجود. حد يستلم منه. تعال عبد الله، تعال استلم عبد عبد الله تفضل. السيد خالد بني عطا ناشط اجتماعي. السيد علي الشرع ناشط اجتماعي.
السيد يوسف الشرف ناشط اجتماعي. السيد زاهر ربابعة ناشط اجتماعي. تفضل أبو طارق. السيد أحمد شويطر ناشط اجتماعي. أحمد شويطر موجود. الشيخ طارق ربابعة ناشط اجتماعي. تفضل شيخ طارق. دائما حتى ننزل الناس منازلهم ونقدم الشكر الموصول لكل الداعمين لهذه المبادرة. نبدأ أولا بسعادة الأستاذ الدكتور عدنان المقطش. اسمحوا لي بس أسكت شوي بالتفصيل. وهو عميد كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية وعضو مجلس أمناء الجامعة الأردنية وعميد كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية وعضو مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهو عضو في المجلس الاستشاري في حزب الميثاق الوطني والرئيس الفخري لمنتدى جبل عوف. يتميز بروح العطاء والإيثار، والقائمة تقول يتسلمها الدكتور الأستاذ معاذ غايدة رئيس المنتدى. سعادة الدكتور عبد الكريم مقدار طبيب ونقاص بارع، تسلسل بالعمل الوظيفي حتى أصبح مديرا لمستشفى الجامعة ثم رئيسا للجامعة الأردنية، وهو الآن نائب أمين عام حزب البناء وناشط اجتماعي وله وجود في كل محفل والقائمة تطول. سعادة الأستاذ شكرا يا دكتور على جهودك. سعادة الأستاذ محمد بقضاء مندوب التلفزيون الأردني في محافظتي عجلون وجرش، صحفي وإعلامي متميز ونائب رئيس بلدية عجلون وناشط في العمل الاجتماعي والتطوعي وله وجود في مختلف المجالات. ويبارك فيك كل الاحترام لك. سعادة الدكتور عاطف شواشرة أستاذ جامعي ومدير التدريب والتطوير في مؤسسة نور الحسين سابقا ورئيس جمعية العلوم النفسية في الأردن حاليا، وهو أستاذ الجوانب النفسية وله أبحاث وعدة ندوات ولقاءات في مختلف القنوات الإعلامية العالمية والعربية. الآن اسمحوا لي باسمكم جميعا أن نكرم فارس الكلمة والقلم عطوفة مدير الثقافة لمحافظة عجلون الأستاذ سامر فريحات، الذي نقل عجلون نقلة ثقافية نوعية وهو غني عن التعريف، فمهما تحدثنا عنه لا نوفيه حقه. أما عطوفة راعي الاحتفال مندوب معالي وزير الثقافة
مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ فراس الضرابعة الأكرم. عندما يرتبط اسمكم بالمكتبة الوطنية التي هي خزان العلم والعلماء فهذا دليل على ثقافتكم الواسعة، واسمح لنا بتكريم عطوفتكم وبارك الله بكم. في النهاية آمل أن تتجدد اللقاءات في المرات القادمة. شكرا لعطوفتكم، شكرا لكم أصحاب العطوفة والذوات على هذا اللقاء الطيب، وآمل أن يتجدد في المرات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.